جو. زي المضارع البسيط بيتكون من التصريف الأول للفعل. التصريف الأول للفعل لو الفاعل مفرد أو الفاعل جمع. كده الفاعل مفرد زي هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد مضيف للفعل فيرب مضيف للفعل اس أو يس أو أي يس. هنا لما يكون الفاعل جمع زي أي أو وي أو يو أو زي وأي اسم جمع يبقى الفعل بدون أي إضافات. عايزين مثال على الكلام ده لما أقول لك هي watches TV they watch TV. أدي الفاعل واتش. لما الفاعل مفرد بضيف الفعل في الآخر يس عشان آخد اتش. هنا الفاعل جمع بيبقى الفعل واتش وشاهد الفعل بدون أي إضافات. هنا الفاعل جمع فعل بدون أي إضافات. هنا الفاعل مفرد بضيف الفعل في الآخر يس. لما يكون الفعل مفرد الفعل فيه اس أو اس أو اس بجيب معاها داز في السؤال ودازنت في النفي. هنا لما يكون الفاعل جمع والفعل في المصدر بدون أي إضافات بجيب معاها دو في السؤال وبجيب معاها دونت في النفي. يعني الجملة اللي قدامي دلوقتي هنا هي واتشز تي مفيش فعل مساعد في الجملة فأنا أجيب فعل مساعد من بره. لما يكونش فعل مساعد من الجملة بجيب معاها لا دو لا داز لا ديد. ديد بجيبها في الماضي بجيب دو داز مع المضارع. دو مع الفاعل الجمع داز مع الفاعل المفرد. يعني هي واتشز في هنا الفاعل المفرد هجيب معاها داز في السؤال نزلت في النفي هنقول هي doesn't watch TV. جبت بعد doesn't watch حذفت اس بعد دو داز بيجي المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. يعني الفعل مبقاش في الاخر فيه اس او اس او اي اس بيتحذفوا. هي واتشز TV. عايز تعمل سؤال على الجمله ديت هنقول what does he watch. هنا الفعل مفرد مع الفعل المفرد جبت معاه داز وبعد داز جبت الفعل واتش فعل في المصدر بدون اي اضافات. يعني تكوين السؤال عندي بيتكون من ايه؟ أداة الاستفهام زائد الفعل المساعد زائد الفاعل زائد الفعل والفعل يبقى تبع الفعل المساعد. انا الجمله قدامي دلوقتي زي واتش تي في. انا في الجمله قدامي دلوقتي عايز اجيبها في صيغه النفي في صيغه السؤال. زي واتش تي في هنفيها بدونت. زي دونت واتش تي في. فعل جمع فعل في المصدر جبت معاه دونت في النفي. يبقى دلوقتي قدامي زي واتش تي في. عايز اعمل سؤال عليها وات دو زي واتش. الاستفهام فعل مساعد فعل جمع جبت معاه دو وبعد دو اصلا بيجي فعل في المصدر. هنا لما يكون الفعل جمع بيبقى في صيغه التكوين او في صيغه النفي او الاستفهام يبقى الفعل في المصدر. فعل في المصدر. انما لما يكون الفعل منفرد بالفعل في الاخر في اس. انما في النفي وفي الاستفهام يبقى الفعل في المصدر. يبقى انا معايا هي وشي وات اس المفرد في الفعل في الاخر اس او اس او اس بيجي معاه نص في السؤال ونص في النفي. فعل جمع اي وي وزي والاسم الجمع يبقى الفعل بدون اي اضافات بيجي معاه دو في السؤال دونت في النفي. بعد داز ودو المصدر. المصدر هتصرف اول للفعل الفعل بدون اي اضافات.